جاتوه الغلابة وصل يا جدعان، يلا بينا نشوف عملناه ازاي بمكونات سهلة وبسيطة وينفع لضيوف الغفلة. جبت هنا هوهوز وبدأت أقسمه كده بالطريقة دي. أنا كان عندي اتنين، فقلت هعملهم بقى هما ايه الاتنين. عملت فتحت الاتنين بنفس الطريقة، وكان عندي واحدة توينكس بالفراولة. هبدأ ان انا ايه اقطعها كده ايه طرنشات، يعني قطعتها حوالي 3 طرنشات. بعد كده هبدأ بقى ايه اقيسها كده على الهوزايه، وابدا اقطع الزيادات بتاعتها عشان استفاد بيها. طبعا مش هرمي اي حاجه، انا هستفاد بكل حاجه. هبدا بقى كده اجيب عندي كريمه، وابدا احط ايه عليها طبقه من التوينكز، وارجع احط كمان طبقه كده من الكريمه بتاعتي. وزي ما انتم شايفين انا كنت عاملاها لونها لبني، كان لونها تحفه. وهرجع احط كمان طبقه كده من الكريمه بتاعتي تاني. وهاخد اخر قطعه عندي احط طبقة من الهوهوز، وهبدأ طبعا اغطيها برضو بالكريمة بتاعتي كلها. وهبدأ بقى ان انا ايه اظبطها كده واسويها. وهعمل برضو التانية بنفس الطريقة اللي انا عملت بيها ديت. بعد كده هجيب الشوكة بتاعتي كده وابدأ ان انا ايه امشيها عليها كده، اعمل جارنش يعني. وكان عندي شوية شوكولاتة فرماسيل كده رشيتهم على الوش. وكان عندي اسهل جاتوه ممكن نعمله في البيت.